تأملوا معي في هذا الموقف الذي لا ينسى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: كلما تذكرت حادثة الإفك تذكرت امرأة من الأنصار. تأملوا في حادثة الإفك التي هزت المجتمع المسلم كله وزلزلت أركانه. ماذا تذكر عائشة؟ تذكر موقفا لا ينسى. قال: تذكرت امرأة من الأنصار واستني بها بأن جلست تبكي معي فقط. واستني في حادثة الإفك بأن جلست تبكي معي حينما لم يرق لي دمع ولم أكتحل بنوم. والله انظروا ماذا تقول عائشة رضي الله عنها: والله لا أنسى لها صنيعة. لم تتكلم بكلمة إنما بكت معها. تقول عائشة رضي الله عنها وقد جبرت خاطرها وآنستها: والله لم أنسى لها صنيعها. الله أكبر يا عباد الله. مجرد دمعات فقط كان لها عظيم الأثر والمواساة وجبر الخواطر عند أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يا عباد الله، إننا والله بحاجة أن نجبر خاطر المظلوم المكلوم المهموم المحزون المريض الفقير الجائع المحتاج. إنها والله صفة عظيمة وخلق كريم. الله عز وجل يحب أن يرى هذه الصفة في عباده المؤمنين. نعم، إن الكثير منا بحاجة إلى كلمة حانية ومواساة صادقة